اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين أجمعين. يا مساء الهنا والسرور أو صباح الهنا والسرور على حسب ما بتشوفوني بعيونكم الحلوين. معايا الطبق ده من أجمل الأطباق اللي تنفع معاكي غدا وعشاء وفطار، أي حاجة يمشي معاكي، اقتصادي وهتلم كل اللي في التلاجة، وحل لأي حد محتار في الغداء او العشاء او الفطار. تعال نشوف مكوناته ايه. اول حاجه معايا بسله وجزر كنا مفرزينه مع بعض، ومعايا كمان قرنبيط برضو مفرزينه مع بعض، معايا كوسه، معايا بتنجان، معايا بطاطس، معايا طماطم، وممكن تحطي فلفل حامي، فلفل بارد براحتك حسب ما ترتاحي. تعالوا نشوف عملناه ازاي. دلوقتي انا اول حاجه هعملها هقشر كل الخضار اللي موجود عندي بالمنظر ده. همسك الكوسة وهقشرها تقشيرة خفيفة، برضو البتنجان نفس الكلام، وبرضو البطاطس والفلفل هقطعها. كل الكلام ده مكعبات. طبعا الطماطم قدامك حل من اتنين، يا اما تقشريها وتفرموها في الخلاط او تبشريها. طبعا كل في الحالتين مش هنستعمل القشر. هبتدي اقطعه كده مكعبات صغيرة. طب ليه انا قطعته مكعبات صغيره؟ ممكن اقطعه اي طريقه تانية. انا فضلت ان انا اقطع كل الكلام ده مكعبات صغيره علشان انا هقليها في مقلعه زيت خفيفه. احنا يعتبر بنعمل الاكل دوت صيامي، مش فيه دهون كتير، حابه تعززي القيمه الغذائيه بتاعته. هقولك تعملي ايه، تابعيني بس وانتي هتشوفي معايا التفاصيل واحده واحده. هنا بقول لكم المفروض يعني ما تتأيديش بالخضار اللي انا عاملاه. عندك اي حاجه تنفع، اي حاجه عايزه تحطيها وعارفه ان الاطفال هياكلوا منها، حطي منها وما تستخسريش. كل ما تعلي قيمه الطبق ده كل ما يبقى افيد وافيد. هنا القرنبيط انا كنت مفرزاه، كان معايا ابيض زي الفل. طبعا بعد ما قليت الكميه اللي عندي انا هنا كنت قليتها خلاص، ببتدي انزل طبق لحمه مفرومه. الطبق ده كنت انا معصجاه ويفيض عندي يعني، فقلت احطه يعلي القيمه الغذائيه. مقلعه توم كبيره، وكمان بنزل بالبهارات اللي هي عباره عن 7 بهارات والقرفه وجنزبيل وكركم. الكركم ده مش اختياري، الكركم ده اكيد في الوصفه، وملعقه سكر وملح، وطبعا خلطه فلفل و اي بهارات انت حباها، بس الكركم اساسي. بعد كده هنزل بالطماطم المبشوره، وهسيب كل الكلام ده يتسبك مع بعضيه لحد ما هيكون معايا بالطريقة دي. كده عملنا طبق اقتصادي سريع وسهل وبسيط ومش مكلفنا حاجة، كل حاجة من عندنا في التلاجة. وزي ما انتوا شايفين هناكله بعيش هناكله برز، يعني مفيش اجمل ولا اروع من كده. ولو وصلتوا معايا لحد هنا دعموني باللايك والشير ودعوة حلوة، وسلام عليكم.